لو عايزين تاكلوا النهاردة أحسن حتة لحمة وقطرة لحمة ممكن تدوب في البق النهاردة، يبقى لازم تجرب معايا الوصفة لحمة الموزة دي. أهلا بكم في مطبخ مورجان كيتشن. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة مميزة وسهلة جدا، لحم الموزة بطريقة المطاعم وبطعم خطير هتعجبكم قوي. نخش على المكونات بتاعتنا. النهاردة معانا بطاطس وبصل وطماطم وتوم وجزر وفلفل ألوان زي ما انتم شايفين، حامي وأخضر وروزماري، ونزلنا بيهم في صينية كبيرة زي ديت كده زي ما احنا شايفين. نمكسهم مع بعض كويس. معانا البهارات بتاعتنا بابريكا وفلفل اسمر وبهارات لحمة وملح وسنة جوز الطيب بسيطة وسنة كزبرة. انا حاطط مع الخضروات معانا الخضرة اللي معانا ديت برضو كزبرة وعيدان بصل اخضر جميلة بتدي تيست عالي برضو هتعجبكم. حطينا معلقتين صلصة زي ما احنا شايفين كده. ان شاء الله الطريقة ديت هتعجبوها، بس جربوها زي ما انا عاملها كده بالظبط. حطيت معلقتين سمنة معانا زي ما انتم شايفين. ننزل باللحمة بعد ما قطعناها زي ما انتم شايفين. السلايزات ديت تكون متماسكة شوية برضو، يكون السكنس بتاعها عالي شوية ما تكونش ضعيفة عشان تستوي معانا تمام. تاخدش وقت في السوا. المكسة زي ما انتم شايفين. بصوا هنعملوها بالطريقة ديت كده. جربوها وان شاء الله هتبقى خطيرة معاكم. ونقفل عليها بورق الزبدة ونديها فويل ونكمرها كمرة كويسة ونقفلها من الجناب، ما نخليش فيها اي نفس خالص. تمام. وعلى الفرن معانا هنخلي درجة الحرارة بتاعتنا هادية قوي على قد ما نقدر. اللحوم عموما نار هادية عشان تستوي معانا بطعم حلو، على درجة 130 140 لمدة ساعتين. بصوا الحلاوة ديت، بصوا الطعامة. حتة زبدة تدوب في البق كده، مش محتاجة ان الواحد يعاني وهو بياكل معاها. حاجة ما شاء الله. تمام زي ما انتوا شايفين. بصوا نشيلوا منها الروزماري وناخد شوية خضار من اللي موجودين معانا دولت في الخلطة ديت، وهنضيف عليهم شوية مية بسيطة ونخلطهم في الكبة زي ما احنا شايفين عشان نعمل الصوص بتاعهم. هتاكلوا احلى صوص بطريقة هتعجبكم وسهلة قوي يعني. ننزل بمعلقة زبدة كبيرة كده زي ما احنا شايفين في طاسة، بعد ما ضربنا الخضار دوت في الكبة بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت كده. نقلبهم شوية لحد ما كله يتجانس معانا مع الزبدة. ننزل عليهم بشوية فلفل أسمر وشوية ملح بس، ونقلبهم كده توبك يتقل معانا زي ما احنا شايفين كده. بصوا بقى على الجمال، بصوا الطعامة. صوص تقيل وطعمه أروع، واللحمة مستوية لدرجة إنها تتفكك لوحدها كده. جربوا الصوص دوت إن شاء الله هيعجبكم والطريقة هتعجبكم. واكتب لي في الكومنتات تحب تشوف إيه تاني. لو الطريقة دي عجبتك ما تنسوش المتابعة واللايك. مطبخ مورجان كيتشن، ونشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة من وصفات مورجان. ويا رب تكون الطريقة عجبتكم.